السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد باقي جماهير النادي الأهلي، أعظم جمهور لأعظم نادي في الكون، تحياتي لحضراتكم. موضوع إمام عاشور في كلمتين: إمام عاشور أخطأ، إمام عاشور عوقب، إمام عاشور اعتذر. خلصانة بشياكة. فرح العمدة اللي حصل ده وراه أغراض، وراه ناس. دي حملات يا جماعة ممنهجة، وحملات شعواء بيقودها ناس بعينهم، نفس الناس اللي بيخططوا لتدمير إمام عاشور هم اللي كانوا بيخططوا لتدمير كهرباء أول ما جه الأهلي. والغرض لا هو إمام عاشور ولا هو كهرباء، الغرض هو ضرب وزعزعة استقرار فريق النادي الأهلي. هي دي القصة وما فيها. القلة القليلة من جماهير النادي الأهلي قلة غيورة على ناديها، لكنها مندفعة ومتسرعة. مجرد ما قرأت وسمعت عن الخبر اندفعت بكلام بتطالب برأس إمام عاشور. الأمور ما تتاخدش كده. أي فرد في الأهلي عبارة عن ترس. الترس ده طول ما هو شغال بكفاءة والدنيا ماشية، لو هذا الترس حصل فيه عطب أو أصابه صدأ أو أكسدة بيتلمع وبيتنظف وبيرجع أحسن من الأول. طب افرض الترس ده فضل معوج مش عايز يتظبط وهيبوظ المنظومه، يبقى بره. بس اوعى تتعاطف مع لاعب ضد الاهلي وفي نفس الوقت ما تقتلوش، ما تدمروش. انت درء المفسده مقدم على جلب المنفعه. ما تفتحش الباب للكارهين والمتربصين اللي منتظرين اي سقطه او لقطه عشان يعملوها حرايق حرايق. انت متخيل ان هو سهل عليهم ان انت تاخد افضل لاعب عندهم كده بكل بساطه يجي لك لحد عندك؟ سهل عليهم؟ ده خبطتين في الراس يوجعوا ويوجعوا قوي قوي. يعني كهربا جالك وده كان عندهم رمز، وامام عاشور جالك وده كان عندهم رمز. فهم عايزين يبردوا. ما يبردوش على حسابنا بقى. احنا نخلينا واعيين وناخد بالنا من الحته دي كويس جدا. وامام عاشور يفوق لنفسه شويه. لو اخطأ تاني هيتعاقب تاني، ولو اخطأ تالت هيتعاقب تالت. هو واكبر واحد واصغر واحد واوسط واحد في الفريق ده النادي الاهلي يا جماعه. فاحنا ما نديش الامور اكبر من حجمها. انا بكلمكم انا شخصيا اهو. انا فضلت منتظر رغم اني متابع السوشيال ميديا كويس جدا، انا ما بشاركش بقالي حوالي اسبوع، لكن متابع في اليومين اللي فاتوا. فضلت راكن ومنتظر لما يعدي 48 ساعة اشوف الموضوع هيوصل لحد فين عشان اطلع اتكلم. فدايما هنبقى على وعي. اللاعب اللي اخطأ هيتعاقب، مش هنتعاطف معاه، بس في نفس الوقت مش هنذبحه. بس كل اللعبة بتغلط. 24 ساعة 48 ساعة بيفوق. زي ما فيه وراه أبلسة نايمين في ودانه، في ناس بتحبه وخايفين عليه وخايفين على النادي بينصحوه برضه. وفي النهاية الخير هو اللي بيكسب. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.